السلام عليكم ومرحبا بكم في عائلة وصفات شوب. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم تحلية القهوة المنعشة سهلة في التحضير ومقاديرها بسيطة جدا. تابعوا معايا الفيديو وانا متأكدة غادي تعجبكم الوصفة وتجربوها من بعد. ناخد كاسرول ونوضع لتر حليب بارد مع 100 غرام سكر. السكر يبقى حسب الذوق، يعني تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا الكميه. 4 معالق ديال النشا وكيس فانيلا 7 غرام. نخلط كل شيء على البارد حتى ما يبقاش لنا دوك التكتلات ديال النشا. من بعد نوضع فوق حراره معتدله ونحرك مره باش ما يتكتل لناش النشا لتحت في قاع الكسرول. ومن بعد ما كيسخن الحليب نضيف باقي المكونات اللي هما 2 معالق كبار ونص قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه، ومعلقه صغيره ديال الكاوكاو غير محلى، ومعلقه كبيره ديال الزبده نوعيه جيده كتعطي واحد المذاق للتحليه ولمعه. ونخلط حتى كنحصل على قوام كريمي كما كتشاهدوا في الصوره. ومن بعد نرفعها للحراره نخليها كتبرد شويه ونخلط، ومن بعد نوضعها في كؤوس تقديم. وهذه هي التحليه ديالنا من بعد ما نزينها بالقليل من القهوه سريعه الذوبان. وخديت الكركاع مع شوكولا، ولكم الاختيار في التزيين. نتمنى وصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم، جربوها غادي تعجبكم بزاف، خاصة لمحبي القهوة. جربوها بهذه الطريقة جديدة، وما تنساوش لأول مرة كيشاهدوا القناة ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا جزيلا. هذه هي وصفة اليوم، تحلية رائعة المذاق كتجي لذيذة بزاف بعد الافطار او السحور، كتجي منعشة وكتجي كريمية. نتمنى وصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.